حلقتنا اليوم: جر المركبات، غرامات من 2500 دينار إلى متابعة قضائية في هذه الحالات. نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك الطريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور حول جر المركبات وما يترتب عنها من غرامة جزافية. وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية أن سائقي المركبات يتعرضون لحالات من المشاكل أو الأعطاب في محركات سيارتهم تلزمهم الاستعانة في جر سيارته بسيارة شخص آخر. وتبعت ذات المصالح عبر منشورها في هذه الحالة على السائق الذي يقوم بجر المركبة أو المقطورة أن تكون سرعته محدودة وأن لا تتعدى 25 كم في الساعة عندما يكون الرباط الواصل بين السيارتين صلبا. أما في حال تجاوز السائق الذي يقوم بجر المركبة أو المقطورة لهذه السرعة 25 كم في الساعة فإنه يترتب عنه هذه المخالفة والغرامة الجزافية، في حين إذا تجاوز السائق نسبة 30% من السرعة تكون قد ارتكبت جنحة في قانون المرور تستلزم تحرير محضر. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق المصدر النهار. شارك هذا الموضوع مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين.